السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، ومرحبا بكم معايا اليوم ان شاء الله. غادي نشارك معكم الوصفة ديال اليوم. كيف كتشوفوا كلاصاج الميغواغ او كلاصاج المرآة اللي كيجي فعلا بحال المراية. الا خدمناه بالطريقة الصحيحة ديالو كتجي الكاطو ديالنا من الفوق كتلمع. هانتوما كتشوفوا معايا كيفاش كينزل. غادي نشاركوا معكم الطريقة الصحيحة ديالو، مقادير بساطة وطريقة سهلة بزاف. خصنا غنتبعوا المراحل ونخدموه كما خاصو يتخدم، وغيعطينا النتيجه اللي بغينا. غادي يجي فحال المرايه بالفعل. عندي هنا 200 غرام ديال الشكلاط، 200 غرام ديال السكر، 100 غرام ديال القشطه الطريه، 100 غرام ديال الماء، معلقه صغيره ديال الملون ابيض، 2 معالق ديال الجليكوز، 4 ديال الوريقات ديال الجيلاتين. اول حاجه غادي ناخذ واحد الكاسرونه بحال هكذا، غادي نحط فيها الماء اللي عندي، 100 غرام ديال الماء، 2 معالق ديال الجليكوز، انا غير عمرت معلقه بزاف، قياس 2 معالق زيتون في معلقه، السكر اللي عندي حتى هو. وغادي ندير كلشي فوق النار و ونار تكون متوسطه. وغادي نبدا نحرك. من كنحط الكسرونه فوق النار وانا كنحرك ما كنوقفش من تحرك باش ما تقول تطلع فيه الغليه. تنكون انا ذوبت السكر بالتخلاط، بحيث ملي كطلع الغليه غير كطلع واحد شويه صافي. خصنا ننزلوهم فوق النار. فاش غادي ننزل الكاسرونه فوق النار، غادي نكون الكريمه اللي عندي مسخناها حتى هي وموصلاها تقريبا لدرجه الغليان، بحيث غنزيدها عليه وهو طافي عليه النار. دابا صافي راه غير بدا تيغلى واحد شويه تيطلع دوك الفقاعات. طفيت النار وخديت الكريمه اللي كنت سخنتها حتى هي غليتها، ماشي غليتها، وصلتها تقريبا لدرجه الغليان، فرغتها عليه. غادي نضيف الجيلاتين اللي عندي، 4 ديال الوريقات كنت مفزقاهم، نعصرهم مزيان ونضيفهم، وداك الشكلاط حتى هو اللي عندي غادي نضيفو. باقي كلشي سخون. حيت الكريمه سخونه غاديك السخونيه تذوب ليا الشكلاط وتذوب ليا الجيلاتين. نحركهم واحد شويه وغادي نميكسيهم مزيان باش يزيدوا يندمجوا مع بعضياتهم يتخلطوا. وحتى اللون كيتغير فاش كنطحنوه كيولي ابيض اكثر. غادي ناخذ كلشي نحطو في واحد البول. كي تتشوفوا غادي بالميكسور غادي نطحنوا مزيان، وما نحاولوا ما نطلعوش الراس ديال الميكسور الفوق باش ما ندخلوش دوك الفقاعات اللي الفوق لداخل ديال الكلاصاج. وانا كنميكسي كنخليه لداخل، ما كنطلعش الميكسور من الداخل. غادي نزيد هنا واحد معلقه صغيره ديال الملون الابيض اللي كتعطينا تخرج لنا اللون ابيض اكثر، حيت الكلاصاج كيف كنعرفوا سوا خليناه ابيض كلاصينا به سوا درنا فيه الالوان. خصنا نزيدو فيه اللون مع الشكلاط شويه تيرد اللون ديالو بحال الا باج. تنضيفوا له اللون الابيض باش فاش نبغيو نخرجوا منه لوينات اخرين يخرجوا لينا كما بغيناهم. صافي غادي نصفي الكميه اللي بغيت نخلي بيضه، وغادي نصفي الكميه اللي غادي نضيف لها الالوان بوحدها. انا غادي نخرج هنا 2 ديال الالوان، نخرج اللون البرتقالي واللون الموف. وعندي المارو، اللون المارو عندي ديجا راه هو عندي صايب عندي في الثلاجه، غادي نجبدو. كنت خدمت به شي حاجه اخرى وغادي حتى هو نحتاجو في هذا الكاطو اللي مطلوبه ليا. ضروري كنصفيوه باش نحيدو منه لو بقات شي، ما يبقى لناش شي طريف ديال الشكلاط اولا دوك الفقاعات حتى هما كنديروا لهم الصفاي كينقصوا. وخا هاد الفقاعات ملي تنخليوه يبرد ويتجمد ما تيبقاوش نهائيا باينين. هنا غادي ندير اللون. انا كنفضل ندير اللون بحال هكذا سائل، ما نديرش اللون بودره دغيا كيخرج لنا اللون اللي بغينا. هاد الكاطو اللي غادي نصايب مطلوب ليا فيها اللون الموف والبرتقالي والمارو. صافي كنخلط مزيان حتى يندمج اللون، وكنوقف وغادي نجي نخلط اللون الاخر حتى هو. بغيت برتقالي خفيف كندير نضيف اللون بشويه بشويه باش ما يمشيش ليا اللون غامق، حيت دغيا اللون كيخرج مع هذيك البودره ما كتعطيناش اللون دغيا، اما هكا السائل كيعطينا دغيا اللون. نخلطهم مزيان وغادي ناخذهم نغطيهم
ونخليهم يبعثوا، أو على الأقل نخليهم 4 ديال السوايع ولا 3 يبردوا باش دوك الفقاعات ما يبقاوش فيهم، حتى اللون كيعطينا اللون أكثر، تيبان لينا اللون أحسن من ملي تيكون باقي سخون. هنا فاش كناخدو البابي فيلم كنديرو كنضغط عليه بصباعي حتى كيتلامس مع الكلاصاج باش ما يتكونليش الما ما بين البلاستيك والكلاصاج، وما نخليش البلاصيك يدخل منها الريح باش ما ديرليش داك الوجه فيه القشره، ما يبقاليش الوجه القشره ديالو قاصحه. كنحاول نغطيه مزيان ونضغط بصبعي تلصق البلاستيك على الكلاصاج، وفي الجناب نسدو بطبيعه الحال، واخا باقا غادي نعاود ندير لها نغلفو. صافي نغلفهم حتى من الفوق حيت غنخليهم في الثلاجه يباتوا حتى الصباح. الصباح إن شاء الله غادي نعاودو نسخنوهم، وغادي يعاودو نلقاهم جامدين، غادي نعاودو نسخنوهم غادي يوليو كيف ما كانوا. ها هما صبحوا جامدين، دوك الفقاعات اللي كانوا من الفوق ما بقاوش بالمره، المهم هو غير كيجمد، ما كيبقاو دوك الفقاعات لا من برا لا من الداخل فيه. عندي المطايب غادي نحطهم في هاد هادو الكيسه اللي عندي كلهم فيهم الكلاصاج، غادي نحطهم في المطايب غادي يعاودو يطلقوا، وغادي نعاود نصفيهم عاد نخدم بهم. كنعريهم عاد كنديرهم يسخنوا باش ما تعرقش عليهم داك البلاستيك ويدار ليا يتكون ليا الماء من الفوق. كنعريهم عاد كنحطهم في المطايب. شوف كيفاش كلهم جمدوا صبحوا جامدين. ضروري غادي يجمدوا لنا فيهم الجيلاتين باش نسخنوا ما يعاودوا يطلقوا فيهم الجيلاتين وفيهم الشكلاط. مع البروده كيبردوا. الشكلاط نحاولوا نديروا نوعيه ممتازه باش يجينا لذيذ وما يجيناش ما يجيناش حلو بزاف، حيت حنا دايرين السكر دايرين داك العسل داك الجليكوز. القشطه انا دايراها ديال الطبخ دايراها مسوسه، من الاحسن نديرو المسوسه باش ما يجيناش الكلاصاج حلو بزاف. صافي اللون المارو اللي كان عندي حتى هو جبدو سخنته معاهم. هنا غادي وصفيتهم ب3 بهم، هنا غادي نصفي هذا اللون الابيض صافي، وغادي نخليهم يبردوا حتى ياخذوا الحراره ديال الجسم ديالنا، الحراره يدي السخونيه ديال يدي بحال هكا كيكونوا حتى هما. عاد باش غنجبد الكاطو بارده راني مصايبها وغاديه نكلاصي بها، غادي نكلاصيها بالكلاصاج اللي عندي. فاش كتكون الكاطو بارده والكلاصاج بارد ولكن نخليو الا برد غادي يجمد، يبرد يبقى في الحراره ديال يدنا نفرغوه فوق الكاطو وهي مثلجه يعني مكلاصيه. صافي كيقبض فيها ما دغيا كتكون ديك الطبقه ديالو من الفوق. راكم فهمتوني شنو بغيت نقول؟ تيكون سخون خاص الكاطو تكون مكلاصيه تكون بارده، حيت هو تيكون شويه دافي ماشي سخون، ماشي بحال الكريمه تنبردوها عاد مثلا تنغلفوا بها الكاطو ولا الكلاصاج فيه جيلاتين فيه الشكلاط، خصو يكون شويه دافي بالحراره ديال الجسم ديالنا. شوفوا تنفرغ فوق الكاطو دغيا كيقبض فيها وكيجي فعلا اسم على مسمى فحال المرآة من الفوق، كيجي كيلمع. فاش كنكلاصيو الكاطو ديالنا كتجي من برا كتلمع. انا صايبت هنا جوج، هذه صايبتها بالطريقه، والكاطو الاخرى هادو راه كنت شاركت معكم في الفيديو اللي فات بجوج بهم. الكاطو الاخرى هانتوما حتى هي واحد التزيين بسيط باللوينات ما كثرتش فيها الالوان. كنت كلاصيت هذه هي الاولى، عاد خديت داكشي اللي بقى عاود ذوبته وكلاصيت به الثانيه. السلام عليكم.